اكبر سؤال ساله الجمهور بعد ما شاف فيلم افنجرز انفينيتي وور هو ثانوس جاب الباور ستون امتى. الفيلم بيبدا وهو الحجر معاه اصلا، والحقيقه هي ان في 45 دقيقه كامله اتشالت كانت بتشرح ازاي ثانوس جاب الباور ستون. في السيناريو الاصلي الفيلم ما كانش بيبدا بسفينه ثور، لا، ده كان بيبدا بمعركه دمويه على كوكب زاندار. كنا هنشوف جيش ثانوس بيمسح الكوكب ده، والنوفا كوربس كانوا بيحاولوا يدافعوا عنه باستماته. جارديانز اوف ذا جالاكسي كانوا رايحين يلحقوهم زي الجزء الاول. وهنا كانت المفاجاه، كان هيبقى في ريماتش او مواجهه تانية ما بين دراكس وثانوس. دراكس اللي طول عمره بيحلم ينتقم لعياله ومراته اللي ثانوس قتلهم، كان هيقف قدامه وش لوش. وفي النسخه دي ثانوس كان مرعب، مش الفيلسوف الهادي اللي احنا شفناه. كان بيبتسم ابتسامه شريره وهو بيموت الناس. ومش بس كده، مارفل كانت ناويه كمان تقدم شخصيه نوفا او ريتشارد رايتر كاخر جندي ناجي من المجزره دي، وكان هيهرب ويروح الارض يبلغهم بالخطر. طب ليه كل العظمه دي اتشالت؟ لسببين. اولهم تكلفه الجرافيكس كانت هتخرب ميزانيه الفيلم، والتاني والاهم الكتاب حسوا ان ظهور شخصيه جديده زي نوفا هيشتت الناس، وان مشهد تدمير كوكب كامل مش هيبقى مؤثر عاطفيا زي مشهد موت لوكي في اول الفيلم، لاننا ارتبطنا بلوكي اكتر بكتير من بتوع كوكب زاندار. تفتكر لو المشهد ده كان نزل كان هيغير رايك في الفيلم، ولا بدايه لوكي كانت احسن بكتير؟ قول لي رايك في الكومنتات.